بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأيامنا بمولد إمامنا ومقتدانا وشفيعنا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا كان هناك يوما يتبادل فيه الناس التهاني والتبريكات بمولد شخصية ما، فأولى تلك الأيام هو هذا اليوم، يوم ميلاد إمامنا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. أقول لك أن تتصور هذا الوجود وهذا العالم بدون أمير المؤمنين سلام الله عليه، فما قيمة هذا الوجود وهذا العالم إذا لم يكن شخص علي عليه السلام في هذا العالم؟ فنبارك لكم أيها الأعزاء الكرام الحاضرون في هذا المولد الكريم المبارك، ميلاد إمامنا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ونسأله أن يعيدنا ويعيدكم على أمثالها بالخير والصحة والعافية، إنه سميع مجيب الدعاء، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن في علي سنة 1000 نبي. لك أن تتصور أن تجتمع في شخصية عطر 1000 نبي، فماذا تكون هذه الشخصية؟ وكيف يتناول المتحدث أبعاد هذه الشخصية الكريمة؟ شخصية فيها عطر 1000 نبي، ولهذا هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لما أسري بي في ليلة الإسراء والمعراج رأيت قطارا من الإبل له أول وليس له آخر، فقلت: ما هذا القطار وما يحمل؟ قال: هذا القطار يحمل فضائل ابن عمك وخليفتك علي بن أبي طالب. ولهذا ورد في حديث المشابهة: من أراد، وهذا الحديث في غاية الأهمية، من أراد أن ينظر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أراد أن ينظر إلى نوح في علمه، وإلى من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى في زهده، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في
عبادته وإلى عيسى في سياحته، فلينظر إلى وجه علي بن أبي طالب. هذه الشخصية التي نريد أن نتحدث عنها بدقائق في هذا المحفل الكريم، ولكن أيها الأحبة، قبل أن أتحدث عن الغاية من هذه الأحاديث التي ذكرت هذه الفضائل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أريد أن أسرد عليكم لنتبرك بحديث ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الحديث الذي نقلته كتب العامة والخاصة، وهو حديث ولادة أمير المؤمنين في الكعبة المشرفة. يقول يزيد بن قعنب: كنا جلوسا في الكعبة المشرفة مع العباس بن عبد المطلب ومجموعة من بني عبد العزى، إذ جاءت فاطمة بنت أسد وقد حملت ل9 أشهر كاملة، فوقفت في المستجار ورمقت السماء بطرفها وهي تقول: اللهم إني مؤمنة بكل ما نزل من عندك وبكل ما جاء به رسلك وكتبك، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وبما جاء به. اللهم فإني أسألك بحق إبراهيم الخليل الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الذي في بطني، إلا ما سهلت علي ولادتي. فيقول: وإذا بجدار الكعبة ينشق إليها وتدخل، فتعجبنا من هذا الأمر فأسرعنا إلى باب الكعبة لنفتحه فلم ينفتح لنا، فعرفنا أن هذا الأمر من الله عز وجل. صل على محمد. ومكثت هناك فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها 3 أيام بلياليها، وقد شاع هذا الخبر عند أهل مكة بحيث تجمهروا وتجمعوا ليروا متى وكيف تخرج فاطمة بنت أسد. فيقول: بعد أن مضت 4 أيام في اليوم الرابع خرجت فاطمة وهي تحمل بين يديها طفلا وجهه كفلقة القمر، وهي تقول: إني أفتخر على من سبقني من النساء، فلقد عبدت آسيا بنت مزاحم ربها في مكان لا يحب الله أن يعبد فيه إلا اضطرارا، وقد فضلني الله على مريم ابنة عمران، إذ لما جاءها المخاض قال لها الله: هزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا، وإني مكثت 3 أيام أأكل وأشرب من رزق الجنة. وقبل أن أخرج هتف هاتف بالسماء قال: يا فاطمة سميه عليا، فهذا علي وأنا العلي الأعلى. فطوبى
لمن أحبه واتبعه، وويل لمن أبغضه وحاربه. نحمد الله عز وجل أننا جعلنا من محبي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. إخواني، هذه المكرمة وهذه الكرامة لأمير المؤمنين التي لم يسبق لأحد أنه ولد في الكعبة، ولن تكون هذه الكرامة لأحد بعد علي عليه السلام. ولنا أن نتساءل لماذا الله سبحانه وتعالى فتح جدار الكعبة لتدخل فاطمة بنت أسد إلى الكعبة وتضع وليدها المبارك سلام الله عليه. إخواني، نحن في أي شهر؟ هذا يا شهر احنا فيه، هذا شهر رجب، ورجب يسمى برجب الأصب. لماذا؟ لأن الرحمة تصب فيه صبا. فولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة المشرفة إنما هي مصداق من مصاديق رحمة هذا الشهر، من مصاديق رحمة هذا الشهر المبارك، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه رحمة للعالمين. إخواني، هذا الشهر شهر الرحمة، شهر العطاء الإلهي، ونحن نقرأ وإياكم، ومستحب لنا أن نقرأ عقب كل صلاة دعاء: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله. وهذه كلها قواعد إلهية. أحبتي أعزتي، في هذا الدعاء معنى عظيم. كيف يتعامل الله مع خلقه؟ يتعامل على هذا الأساس وعلى هذه القاعدة: يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه. بأي قاعدة؟ تحننا منه ورحمة. تحننا منه ماذا؟ ورحمة. فإذا نحن نعيش برحمة الله سبحانه وتعالى، ومن رحمة الله أن وهب لهذه الأمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. من رحمة الله على خلقه وعلى عباده أن جعل في هذا الوجود علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم، في الحديث: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لم يخلق الله النار. أي رحمة أكبر وأعظم من هذه الرحمة؟ لو اجتمعت الناس على حب علي أمير المؤمنين لما خلق الله النار. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه هو المنجي والمخلص من نار جهنم. بعد اللهم صل على محمد. فأي رحمة أوسع من هذه الرحمة؟ فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه رحمة، ولكن هذه الرحمة تحتاج إلى من يعرفها ومن يداريها ومن يزيدها. لهذا نحن ورد عندنا في الحديث الشريف: ويستحب للإنسان أن يوميا يدعو بعد صلاة الصبح بهذا الدعاء: اللهم أحينا
على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب. إذا نحتاج إلى تجديد إلهي بأن الله عز وجل يحيينا على ما أحيا عليه علي بن أبي طالب. هناك مبادئ ومنهج سار عليه علي سلام الله عليه، إذن علينا أن نتبع هذا المنهج ونسير على ما سار عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، لكي نصل إلى ما وصل إليه علي عليه السلام. إخواني، هذه الرحمة هي سبب هداية الناس إلى الحق. الله عز وجل لما جعل هذه الكرامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أراد أنه لا تخالف الناس أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتأخذ بنهج أمير المؤمنين عليه السلام، وتسير على هدى علي عليه السلام. لأن ليس من الصدفة أن الله يحدث هذه المعجزة ويفتح جدار بيته، وهذا البيت الذي وضع للعبادة، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لكن أن يفتحه وأن يجعله مهدا ليضع وليه علي بن أبي طالب، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول للناس وللمسلمين بعد ذلك: إنكم عليكم أن تتبعوا هذا الرجل لأنني اصطفيته. إخواني، هذا مصداق الاصطفاء لعلي عليه السلام، أنه ماذا؟ أنه وضع في بيت الله. ولهذا حاول، شوفوا أعداء أهل البيت، أن يسلبوا كما حاولوا أن يسلبوا كل منقبة وفضيلة لأمير المؤمنين، وهذا المنهج الذي سار عليه من جاء بعد رسول الله واستلم مقاليد الحكم، إلى أن وصلت النوبة إلى معاوية بن أبي سفيان الذي رفع شعارا: إلا دفنا دفنا، إلا دفنا دفنا. هذا الشعار إلى يومك هذا يعملون به: إلا دفنا دفنا. وجاءوا برجل نكرة اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد، لم يسمع أحد به. أنتم سامعين؟ وما هو فضله؟ هذا الرجل أسلم في فتح مكة، الله يفتح له جدار الكعبة ويدخل به. على شنو يعني؟ على ماذا؟ زين، وكان أولا أسلم لما فتحت مكة، أسلم لما فتحت مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم. تعرفون شنو المؤلفة قلوبهم؟ ذولي أكو ناس أسلموا متأخرين بعد فتح مكة، وذولي كانوا يتربصون بالإسلام الدوائر. فوحدة من أحكام النبي أن ذولي كان يداريهم، يعطيهم أموال، يعطيهم طعام، يداريهم. ليش؟ لكي يكسب قلوبهم ولا ينقلبوا على الإسلام وعلى تجربة الإسلام الفتية. هاي وحدة من أساليب النبي صلى الله عليه وآله في درء شر الأعداء. هذا حكيم ابن حزام ابن خويلد اللي الآن كتب أعدائنا الذكر أنه وليد الكعبة، هذا هو تاريخه. أسألك بالله، وأنت خلي ضميرك ينصف القضية، هذا شنو عنده لكي الله عز وجل يفتح جدار كعبته إليه؟ أسألك بالله، يعني شنو أثره على الإسلام سواء قبل أو بعد ذلك، يعني قبل وفاة النبي أو بعد وفاة النبي؟
لكن كل ما هنالك شنو عنده ميزة وحدة، أنه ابن عم آل الزبير، لأن هو مصعب أو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن عمهم. وكما قلت الغرض من ذلك أن يسحبون فضيلة ولادة أمير المؤمنين في الكعبة المشرفة، يسحبون هاي الفضيلة، لأنه إذا ثبتت هذه الفضيلة وهي ثابتة، إذا بقيت ولم ينازع عليا أمير المؤمنين أحد، شو راح تكون النتيجة أيها الأحبة؟ النتيجة أنه الناس تتساءل من هذا الذي فتح الله له بيته ووضعه. طبعا بلا شك الناس اللي ما عندها مصلحة، وكثير من الناس راح تتساءل وراح تتبع أمير المؤمنين، لأن الله عز وجل عندما جعل هذه القضية إنما جعلها لأجل هذا الغرض، أنه تكون حجة على الناس أن يتبعوا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. ولكن للأسف الشديد مو فقط لم يتبعوا أمير المؤمنين ولم يسيروا على نهج أمير المؤمنين، بل استعدوا أمير المؤمنين عليه السلام. وصلت المرحلة بأعداء الإسلام وأعداء أهل البيت عليهم السلام أنه لا يذكرون لعلي فضلا، ولكن هيهات 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 وألف هيهات، وماذا يضر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه؟ نعم، فأمير المؤمنين في قلوب العاشقين وفي قلوب الموالين. إن لك في النفوس إمامة، رحم الله الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، إن لك في النفوس إمامة فيهون لو عصفت بها الشورى أو التعيين، فدع المعاول تزبع الرق ساوة وضراوة، إن البناء متين. نعم، بناء أمير المؤمنين سلام الله عليه متين لا يهمه. فهذا رحم الله الشيخ عبد الحميد السماوي يقول: فهذا علي فوق كرسي مجده يرتل صوت الحمد 7 مثانيا، وهذا علي والعهازيج باسمه تشق الفضا النائي، فهاتوا معاوية أعيدوا لنا ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا، وإلا فانشروها مخازيها. نعم، هذا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، سيبقى أمير المؤمنين. نعم، وستنطفي كل هذه الأسماء والمسميات التي لم ينزل الله بها من سلطان. نعم، هذا محمد مجذوب السوري عندما ينظر البعض متخوف بما جرى ويجري في سوريا، إخواني، محمد مجذوب السوري وكانت الدولة لهم، وكان الحكم لهم، وكانت السطوة لهم وعاصمتهم. شاف قبر معاوية ثم وفق أن يكون من زوار مرقد المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأنشد قصيدة منها هذه الأبيات وأختم بها لأن ذكر علي عبادة. قال: قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك باك وهو أرمد، تلك العظام أعز ربك ذكرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذا مصيرك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة شكر الذباب بها فراح يعربد. أحسن الله إليكم. ستبقى
تلك الحفر الباعثة يسكر بها الذباب، وتبقى تلك القباب السامية تزحف إليها الملايين وتأمها الملايين. وهذه سنة السماء، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى ابن عمه أمير المؤمنين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.